لو انت اول مرة تعمل كيكة في حياتك زي فالفيديو ده ليك. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة عاملين ايه؟ فيديو النهارده تحت مسمى تجربة. النهارده هجرب أول مرة أعمل كيكة في حياتي، فيلا بينا نشوف هنعملها ازاي. طبعا بمساعدة أمي، فيلا بينا نشوف ايه الدنيا. اول حاجة بنجيب معانا بولة ونحط فيها كوبايتين دقيق، وطبعا كل دقيقة على حسب نوعه. ومعانا هنا معلقة كبيرة من كيك شيف. وبعد كده هنحط شوية كربونات. واول حاجة مع بعض نبدأ نعمل الشوكولاتة بتاعة الكيكة بتاعتنا. كوباية اللبن، فكك من ميكي وركز معايا. كوباية لبن، كوباية لبن. الخطوة اللي بعدها هتعاير كوباية وربع سكر يا سكر. وبعد كده يا معلم هنحط حتة زبدة. وبعد كده يا معلم هنحط شوية لبن بودر. وبعد كده هنحط شوية كاكاو، حبة حلوين يعني، حبة حلوين. زود يا عم، زود زود زود، حبة حلوين. وبعد كده الخطوة اللي بعدها نبدأ نضرب المكونات دي في بعض. وبعد ما ضربناهم في بعض نبدأ نزود شوية زيت حبة بحبة، شوية زيت ونضرب. وبعد كده شوية زيت تاني وهنضرب زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده تبدأ تشوف القوام بتاعك، لو لقيتها لسه خفيفة بتزود شوية زيت تاني. وبعد كده الصوص ده تبدأ تحطه معاك في كوباية، بس مش كله، حبة بس منه. ده هقولك تعمل بيه دلوقتي. بعد كده الصوص اللي بقى معاك في الكوباية تحطه في التلاجة عشان نزين بيه الكيكة في الكبير. الصوص اللي قلتلك سيبه معاك هنبدأ نحط فيه بيضتين. وقصاد البيضتين نحط شوية فانيليا برتقال وشوية خل صغيرين. وبعد كده نضربهم في بعض. وفاكرين كوبايتين الدقيق ومعلقة كبيرة كيك شيف وشوية الكربوناتو اللي كانوا في الأول، دول اللي هنحطهم على المكون بتاعنا. وبعد كده نبدأ نضربهم. تبدأ تلم بقى الجنوب بتاعة الدقيق والحاجات دي، ومن تحت لفوق تبدأ تقلب من تحت لفوق عشان ايه القوام بتاعك يظبط معاك، عشان لما انت بتيجي تبدأ تحط الدقيق والحاجات دي مينفعش تقلب كتير. وبعد كده نبدأ نحط المكون بتاعنا في الصينية. طبعا أول بندهن الصينية بشوية زيت عشان ما تلزقش معانا، ونبدأ نوزع المكونات بتاعتنا على الصينية. وبعد كده نحطها الفرن ونسيبها لمدة من 40 ل45 دقيقة على درجة حرارة 180. وبعد كده نبدأ نخرم الكيكة بتاعتنا عشان لما نيجي ندلق على اللبن أو الشوكولاتة أو أي حاجة تتشرب يعني. ونبدأ ندلق اللبن شوية حبة بحبة كده زي ما حضراتك شايفين. وبعد كده نجيب الصوص اللي احنا عملناه وحطيناه في التلاجة ونبدأ برضو نقلب فيه شوية ونحطه على الكيكة بتاعتنا. وبعد كده قمت انا مقطع قطعة عشان نبدأ نجرب او نسوسها مع بعض وندوقها احنا يعني. طبعا انا هنا كترت الشوكولاتة عشان انا بحب الشوكولاتة دي. طبعا الخطوة دي اختياري على حسب حضرتك انت عاوز ايه. والآن مع مرحلة التذوق، يلا بينا بقى نشوف التجربة بتاعتنا نجحت ولا ما نجحتش. هي شكل وطعم وريحة حلوة أوي، فيلا بينا ندوق ونشوف بقى هل طعمها حلو برضو ولا ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كل معايا، معلش بقى انا سبقت، يبقى تعالى كل معايا برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا طعمها جامد. ده كان فيديو النهارده. اتمنى لو انت او انت لسه ما عملتوش كيكه او ما جربتوش تعملوا كيكه لاول مره، جربوا وان شاء الله هتبقى حلوه زي دي. ده كان فيديو النهارده. كان مختلف شويه، حبيت ان انا اغير. يا رب يكون عجبكم، وقول لي جربها وانزل قول لي تحت في الكومنتات ايه رايك، او ابعت لي على الانستا. لو عندك اي وصفه او تحدي او ترند عايزني اعمله لك اكتبوا لي تحت، او لو عندك حكايه عايزني اقولها لك اكتب لي تحت برضو، او ابعت لي على الانستا. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.